إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، تيجي زي إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. إلى ربات البيوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. حبايبي الغاليين في كل مكان، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في اتم صحة واحسن حال. فيديو جديد النهاردة ان شاء الله. الفيديو بتاعي النهاردة يعجبكم وينور رضاكم. بتمنى منك لو اول مرة بتزوري قناتي نوريني باشتراكك عن طريق كلمة اشتراك بالاحمر تحت الفيديو، فعلي زر الجرس على الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. فضلا منكم تدعموني بلايك للفيديو تشجيعا منكم ليا. نبدأ يومنا كده بسم الله، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأيام يا رب كده هنية وسعيدة، وأيام مباركة علينا جميعا، اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا حابة أرحب بكل حبايبي واخواتي اللي نوروني في القناة جديد، وحابة أرحب طبعا بحبايبي اللي عطروا كده في القناة بالصدفة وزعلانين ازاي يا ام عمر تعملي قناة كده وما تقولناش. والله العظيم يا بنات غصب عني، حقكم على راسي والله. طبعا أكيد يعني انا مش عارفه اتكلم باستفاضه اكتر هنا يعني. فالحمد لله على كل حال، وبدأنا بداية جديدة، وإن شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله ونتجمع كلنا هنا في القناة دي بإذن الله. طبعا حابة أرحب بيكم وأقول لكم إن أنا فرحانة جدا جدا بوجودكم معايا والله العظيم، وأنتم كلكم إخواتي وحبايبي، وربنا يا رب يبارك لي فيكم ويسعدكم زي ما بتفرحوني دايما بكلامكم وبتشجيعكم ليا. بصوا بقى، أنا بدأت اليوم معاكم النهاردة كده بوجبة الفطار. عملت إيه بقى؟ دي عجوة اللي هو التمر، ما شاء الله كده بحته سمنه بلدي كده، وسيحت العجوه وبحشيها في العيش زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله بيبقى طعمها وريحه السمنه البلدي كمان بتديها طعم وريحه، بيعملوا ميكس رهيب كده، بيبقى طعمها حلو قوي بصراحه، وكمان يعني مفيده جدا. طبعا حضراتكم عارفين يعني فوائد التمر وكده، ما شاء الله بتكون حلوه جدا. عملت بقى سندوتشين كده اللي انا وابني، كان ولادي بقى نزلوا عشان خاطر الامتحانات وكده، وما كانش فيها الا انا وابني بس. فعملت بقى كده لي انا وهو سندوتشين، وقلت اعمل كده كوبايه بقى قهوه علشان خاطر ايه، العجوه والقهوه يدونا باور كده عشان نقوم نشوف هنكمل يومنا وهنعمل ايه النهارده. فدايما كده اوعي تكسلي عن وجبه الفطار، لان دي اهم حاجه في يومك. اول حاجه تبداي بيها يومك طبعا بعد ما تصلي الصبح ان انت تعملي اي حاجه تفطري بيها عشان خاطر تقدري تكملي وتبداي يومك كده بكل همه ونشاط. عملت بقى فنجان قهوه كده، وقلت بقى اطلع افطر كده مع ابني، وبعد كده نكمل يومنا بقى ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه بحب اعملها عاده هي يعني اول ما بصحى من النوم وافطر وكده، وممكن كمان قبل ما بفطر والله بحب كده ان انا ادخل للطيور اطمن عليهم، اشوفهم عاملين ايه، احط لهم بقى اكل وميه وافطرهم وكده. فدول اللهم بارك، دول بقى الفراخ الساسو بتاعتنا، ما شاء الله تبارك الله. عمرهم كان في اليوم اللي انا بصوره لكم فيه ده كان عمرهم 20 يوم، ما شاء الله حاجة كده اللهم بارك زي العسل. حجمهم مناسب جدا مع عمرهم، ما شاء الله حلوين جدا. يعني زي ما حضراتكم شايفين كده، انا قلت اكمل يعني اوريكم كده الدنيا ماشية معايا ازاي، وان انا يعني ايه عشان خاطر حبايبي اللي متابعين معايا وكده واللي جايبين معايا يبقى احنا ماشيين مع بعض يوم بيوم. انا مش بعمل لهم اي حاجة غير مرة كل اسبوع، بجيب بصلاية وخمس ست فصوص توم كده وليمونية، بضربهم في الخلاط وبصفيهم وازود الميه كده واحطها في السقايه، والطفل اللي بيطلع بروح جايه مقلباه على شويه علف صغيرين كده وحطاه لهم، وكل يومين بحط لهم سقوة خل. ده اللي انا ماشيه عليه حاليا، ما بعملش اي حاجه خالص طول ما هم ما شاء الله حلوين وصحتهم كويسه. ما بحط لهمش اي حاجه غير كده، يعني هو الخل والبصل والثوم مره كل اسبوع، ويستحسن لو مرتين يبقى افضل بكتير. طبعا البصل والثوم حضراتكم عارفين فوائده، وعارفين ان هو يعني ما شاء الله تبارك الله مفيد جدا، مضاد حيوي، رافع مناعه، حلو جدا جدا ما شاء الله.
فدايما كده ما تكسليش، لو كل اسبوع مره بس اعملي لهم زي ما بقولك كده. الخلطه دي ما شاء الله جميله جدا جدا. خلي بالكم بقى من الحر عشان الاسهالات، ممكن الايام اللي جايه دي طبعا الدنيا عماله بقى الجو كل يوم حراره بترتفع، فانا مش بايد لهم اللمبه دي، لمبه حمراء، بس انا عاده مش بايدها بالنهار خالص، انا ما بايدهاش الا بعد المغرب، بس انا قايداها دلوقتي عشان التصوير. يعني انا عندي العشه الباب بينور، يعني فاهمين الباب يعني ايه، في فتح كتير كده فمنور المكان ليهم، ولو حسيت ان الدنيا ضلمه بروح جايه فاتحه الباب وحاجزه عليهم باي حاجه كده عشان الباب ينور لهم طول النهار كده، عشان اللمبه ما تحررش المكان. وشويه كده ان شاء الله عما يكملوا الشهر واشيل اللمبه دي خالص واحط لمبه بيضه، دي لمبه حمراء. زي ما انتوا عارفين الجو بيجي بالليل بيبقى فيه لسعة برد كده، فانا بحب ان انا ايه ايدها لهم بالليل عشان خاطر برضو ايه تدفيهم وكده بس. وخلاص هو ده كل اللي انا بعمله ليهم، ربنا يا رب يبارك لنا فيهم، اللهم امين يا رب العالمين. فيلا بقى انا عايزه كل الناس تربي وتجيبي كده وتربي في بيتك على قد امكانياتك. لو 5 فرخات والله يا بنات التربيه مفيش اجمل منها ومفيش اسهل منها، ولو خدت الموضوع هوايه هتحبيه جدا جدا، وهتحبي القعده معاهم كده، وان انتي تتابعيهم يوم ورا يوم وهم بيكبروا كده قدام عينك بتبقي فرحانه جدا بيهم. فالتربيه بجد مفيش اسهل منها ومفيش احسن منها. فزي ما قلت لكم الفيديو اللي قبل كده ان انا جبت ساسو علشان خاطر انا بربي في البلكونه، ف البلكونه يعني بتبقى حر قوي في الصيف، فما بعرفش ان انا اربي فيها فراخ بيضه خالص. فقلت الفتره دي كده كام شهر دول هجيب الدوره الساسو دي، بتبقى حلوه ومناعته بتبقى اقوى شويه من الابيض وبيستحمل شويه الحر عن الابيض، فما شاء الله بيبقى طعمه حلو جدا جدا، يعني قريب قوي قوي من طعم البلدي، وشربته بتبقى في منتهى الجمال ما شاء الله، حاجه جميله جدا جدا. وكمان يعني يعتبر هو نفس معامله الفراخ البيضه بالظبط، يعني نفس المعامله بالظبط، يعني ما شاء الله حلو جدا. كمان سعره جميل قوي. الفراخ البيضه برضو سعرها حلو اليومين دول، ولكن زي ما قلت لكم مش هينفع معايا خالص في الحر ده. طبعا حبايبي اللي من القناه الاولانيه عارفين ان انا عن العشه بتاعتي دورين 2 هنا بقى كده ما شاء الله. هنا عندي ال4 فرخات دول بقى الفراخ اللي بتبيض ما شاء الله. انا كنت جايبه والله 15 فرخه فيومي، اللي طلع لي منهم 4 بس برابر والباقي كله كان ديوك. فطبعا الديوك بقى كانوا بيضربوا في بعض وكانوا بيبهدلوا بعض اخر بهدله بصراحه، كانوا بيعملوا دوشه جامده قوي ما كناش بنعرف ننام منهم، فانا ذبحتهم كلهم وسبت البرابر بس. فما شاء الله هم بيبيضوا الحمد لله والشكر لله. فانا طبعا جايبه 5 كمان، يعني مع الفراخ الساسو اللي تحت دول في 5 كمان فيومي، فمش عارفه هم شكلهم برضو هيطلعوا ديوك، فالله المستعان، يعني زي ما ربنا يكرم وزي ما ربنا يرزق، يعني زي ما يطلعوا. عايزه اقول لكم ان علي ابني يعني كل يوم الصبح اول ما بيفتح عينه كده لازم يجري كده على العشه عشان يشوف في بيض ولا لا، فهو بيعمل يعني ايه الواجب كل يوم، بيقوم يشوف لو في بيضه 2 بيروح جايبهم على طول. فما شاء الله ربنا يبارك فيه يا رب، ويبارك في اخواتي ويبارك في اولادكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. فالتربيه حلوه جدا. اللي كان في الارض ده يا بنات كان قشر بطيخ، كنت مخرطه لهم كده قطع صغيره وكنت رميه لهم، قلت ينقوه كده حلو جدا برضو ليهم. فربنا يرزقنا البركه اللهم امين يا رب العالمين. اي شويه رز بقى بيتبقوا من العيال وهم بياكلوا اي حاجه، مثلا تفل طماطم، تنظيف خضره، اي حاجه بروح جايه رميها لهم على طول، بيلموا يعني الحاجات دي بتبقى حلوه ليهم، وفي نفس الوقت برضو عشان لو فاض اكل ولا حاجه ما يبقاش حرام علينا ان احنا نرميه، فالطيور بتلم بقى كل الكلام ده ما شاء الله. فطول ما هم عندي في البيت اكل وكده ان انا احطه لهم، ما بحط لهمش علف، ما فيش بقى بجيب لهم اللي هو البادي البياض، يعني دلوقتي انا معيشاهم على البادي البياض، ما باكلهمش غيره بصراحه لانه هو حلو جدا ليهم. المهم دخلت على المطبخ بقى، كنت حاطه طماطم كده تتسلق، واول ما اتسلقت واستوت معايا ضربتها كده بالهاند بلندر تغلي غلوتين، واروح جايه طافيه عليها. ويعني هسيبها عندي بقى في التلاجة ان انا اجر منها وكده ان شاء الله باذن الله. ما شاء الله طريقه سلق الطماطم دي حلوه جدا، ما بتهدرش معاكي طماطم كتير، يعني ما شاء الله بتحسي ان كميه الطماطم بتبقى مبروكه. او انا بغسلها واقطع الطماطميه 2 واروح جايه بقى على نار هاديه كده حطاها لعند ما تتسلق كده مع نفسها، ما بحطش فيها اي ميه خالص ولا اي حاجه، هي بتنزل السوائل اللي فيها وبتستوي منها فيها كده. هنا بقى تعالوا ايه نعمل اللهم صل على النبي، نعمل التتبيله بتاعه الفراخ. انا جبت بصلايه، كسلت بصراحه ان انا اطلع الكبه، فقلت ايه انا يعني هخرط على ايدي كده، ده هي بصلايه وطماطميه مش مستاهله يعني. فجبت بصلايه قطعتها كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. التتبيله دي حلوه جدا جدا ما شاء الله، بتخلي الفراخ طعمها حلو جدا. بحب انوع كل فتره والتانيه، يعني مثلا ممكن مره اسلقها اغلي الميه واسقط فيها الفراخ والبصل وكده، ومره تانية ممكن ان انا اخد الطماطم والبصل والكلام ده في
الخلاط واضربه ناعم قوي واتبل بيه الفراخ، ومره ممكن ان انا اعملها بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. يعني بحب ان انا كل مره كده انوع في الطريقه بتاعه الفراخ، يعني كل الطرق دي بتخلي طعم الفراخ حلو جدا ما شاء الله. جبت بصلايه قطعتها وطماطمايه، واحط معايا بقى شويه 7 بهارات وشويه من بهارات الفراخ وشويه فلفل اسود. وبحب قوي احط الفراخ بتاع ده قرفة، بتبقى حلوة جدا برضو، بتخلي ريحة الفراخ جميلة ما شاء الله. واحط شوية ملح كده، وابدأ ان انا بقى ادعك الكلام ده كله كده مع بعضه كويس قوي قوي لعند ما ينزل العصارة بتاعته. التركية دي حلوة جدا جدا ما شاء الله، بتخلي كمان طعم الفراخ في منتهى الجمال. طبعا مش هحط بقى ولا دبس رمان ولا صويا صوص ولا الكلام ده، لان انا هعمل للفراخ دي شوربة، فانا مش عايزة بقى اضيف لها ايه الحاجات دي عشان خاطر ما تغيرش لون الشوربة وطعم الشوربة معايا. هبدأ بقى ان انا اتبل الفراخ كده. انا كنت مطلعه الكيس ده كان وراك وكان فيه كام جناح كده كمان، فما شاء الله حلوة جدا. وتبلتها كده وعملت فيها فتحات كده، وبقيت احط الحشوة بين اللحم وبعضه كده وبين الجلد واللحم. ورحت جايه بقى حطاه في التلاجة حوالي ساعة كده، عبال ما خلصت كام حاجة ورايا، على بال ما اجي ايه يعني ان انا اعلق على ميعاد الغدا وكده. فما شاء الله التتبيلة دي جميلة، جربوها تعجبكم جدا جدا ما شاء الله، بتبقى حلوة جدا. بس هروح جايه بقى حطاه في التلاجة كده، ولعند ما نشوف بقى هنعمل ايه تاني. صليتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطيتي لايك ولا لسه؟ فضلا منك حطي لي لايك للفيديو، تشجيع منكم ليه. بس شايفين بقى شكلها ولونها ما شاء الله، ولا ريحتها بقى مش عايزه اقول لكم ريحتها عامله ازاي، جميله جدا ما شاء الله. هنا بقى كنت هعمل بسله، فقلت برضو ايه هخرط كده البصلايه على ايدي ناعم قوي. بفضل بقى كده ان انا يعني ايه اعمل في البصلايه كده بالسكينه عشان التخريطه بتاعتي تبقى ناعمه زي ما انتوا شايفينها كده. عارفين اللي هو انا كسلت ان انا اطلع الكبه بصراحه، قلت لا انا مش هطلع الكبه، انا هروح جايه ايه مقطعه البصلايه على ايدي كده وخلاص، مفيش مشكله خالص. فما بتاخدش وقت يعني. احنا كنا الاول ولا في كبه ولا في اي حاجه، وكنا شغالين كده يعني مفيش مشكله خالص. فاللهم صل على النبي، خرطت البصلايه كده ما شاء الله. يعني الاكل النهارده سهل وسريع، وبالذات لما يكون الحاجه موجوده عندك كده. يعني مثلا الفراخ موجوده عندي في الفريزر، انا بعمل لها محلول النقع اول ما بذبحها وبنضفها واقطعها وكده، بعمل لها محلول النقع، بنقعها فيه شويه وبسيبها ان هي تصفي كل الميه اللي فيها، وبعد كده بعبيها في اكياس واشيلها في التلاجة. ولما باجي اطبخها بحب ان انا اعمل لها محلول نقع تاني برضو، يعني بحب ان انا ايه يعني انقعها شويه برضو كده في ميه قبل ما اطبخها، عشان خاطر اتاكد ان هي ايه كويسه وريحتها مش زفره ولا حاجه. هنا بقى اخدت البصلايه وحطيت شويه زيت، وحطيت كده معلقه من السمنه. بحب ان انا دايما لما باجي اعمل طبيخ بحب احط له حته سمنه وحبه زيت كده، بتحسي ان هو يعني السمنه بتدي طعم حلو قوي للطبيخ بتاعي. باحب إن أنا أحط فص توم كده للبسلة، بيبقى يعني بيخلّي ريحتها حلوة أوي وطعمها حلو. بُصّوا هُم عشان الفص كان صغير أوي فأخدت 2 يعني فصين، إنما لو هو كبير كده باحط فص واحد بس، اللي هو إيه يدّي ريحة بسيطة كده ما شاء الله، ياخد تشويحة، وبعد كده هابدأ إن أنا أنزل إيه بالصلصة بتاعتي. ما شاء الله الطريقة دي حلوة جدًا، جدًا. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده يا دوبك بس ايه البصلايه بدات ان هي ايه تاخد لون بسيط قوي، وبدات بقى ان انا اضيف لها كده الطماطم. طبعا الطماطم اول ما بتضربيها بالهاند بلندر تاخد غلوه خلاص، هي كده بقت متسبكه معاكي تماما، وبتبقى في منتهى الجمال. شايفين ما شاء الله تقيله ومفيش فيها ميه ولا اي حاجه، يعتبر هي طماطم متسبكه. حطيت كده شويه فلفل اسمر، وهحط كمان شويه كزبره ناشفه، وهحط كمان نص معلقه سكر. نص معلقه سكر تدي تسكيره حلوه قوي للبسلة، وكمان هتعادل الحموضة بتاعة الطماطم، فهي يعني ايه في الناحيتين كده بيبقى طعمها حلو. رحت بقى كده اجيب الكيس البسلة من الفريزر. بصي انا يا دوبك جبت الكيس البسلة من الفريزر على طول، وهجري على طول على الحلة. لما تبقي مفرزة خضار ما تسيبوش ابدا ان هو يفك، يعني اول ما تطلعيه من الفريزر كده على طول وهو مجمد تروح حطاه في قلب الحلة على طول كده، بيديكي طعم حلو جدا جدا. بتحسي ان هو يعني زي الفريش بالظبط، ما بيبقى كأنه مش متفرز خالص. اوعي تسيبيه ان هو يفك، او حتى تجيبيه جنبك تحطيه دقيقتين، لا يعني على طول من الفريزر على الحلة على طول. ما شاء الله بيبقى معاكي شايفة اللون، وعايزة اقول لكم الطعم كمان والريحة ما شاء الله في منتهى الجمال. اول ما خدت غلوتين كده قطعت كده بطاطسايه قطع برضو صغيرة كده، ورحت جايه ضيفاها تاخد غلوتين كمان، واروح جايه طافيه عليها وظبطت الملح بتاعها. وهنا كنت علقت على الفراخ، انا هسيبها كده تستوي في عرقها، وبعد كده باروح جايه مطلعاها
محمراها كده زي ما انتم شايفين، والصوص بقى اللي بينزل منها باروح ضايفه عليه شويه ميه كده واسيبه يغلي غلوه، وبقيه الشوربه بتاعتنا القمر دي احسن بكتير لما تضيفي لها الميه بقى، يعني بتسيبيها تستوي في عرقها كده بيبقى لها طعم وريحه مختلفه خالص. وعلى نار هاديه حمرتها زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. وكان عندي بقى رز بايت فما عملتش رز جديد، قلت خساره يعني الرز حلو جدا وهيكفينا والحمد لله فضل ونعمه، ونحافظ على النعمه كده عشان ربنا يرزقنا البركه كده من عنده. فده كان غدانا في اليوم ده. ربنا يا رب يديمها نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. حاجة كده من البيت ما كلفتناش اي حاجة، فدي حلاوة التربية وحلاوة التفريزات مفيش اجمل منها. وخير في البيت بيعمر بيتك، لو معاكي بتمشي نفسك ما معاكيش بتمشي نفسك. فالحمد لله والشكر لله، ربنا يديمها نعمة يا رب اللهم امين. استنوني بقى في فيديوهات تنظيفات العيد ان شاء الله. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع الف سلامة.